4 آيات تقرأه على نفسك أو تستمع لها 7 مرات بإذن الله سبحانه وتعالى. يكشف الله لك إن كنت مصاب بعين أو أصابتك عين، إما عين حاسدة أو عين معجبة. هذه ال4 الآيات إما تقرأها أنت بنفسك 7 مرات في كل آية، أو أنك تستمع لها. الآية الأولى وهي التي في سورة الأنعام، آية رقم 13: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تكررها 7 مرات. ثم تبدأ الآن بآيات الحسد والعين. وأول آية وهي التي في سورة البقرة رقم 109 بقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. وتكررها 3 مرات: من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ثم الآية الثالثة في سورة النساء وهي آية رقم 54 قول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وآخر آية وهي التي في سورة القلم رقم الآية 51: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وتكررها. ولا تنسى كذلك سورة الفلق لأن فيها آية: ومن شر حاسد إذا حسد. زد عليها وأقرأها 7 مرات أو استمع إليها. ثم بعد ذلك إن ظهرت فيك أعراض العين: ضيق في الصدر، صداع في الرأس، حركة في الجسم، بكاء لا إرادي، الأنف قد يخرج منه التثاؤب، التجشؤ، كلها حركة في الجسم، تنمل في الأطراف، قد أصبت بعين.